مساء الخير، عاملين ايه؟ حلقة جديدة في برنامج خط الستة. طبعا اللغط اللي داير الاهلي هيلعب ازاي قدام الزمالك متفوق. الزمالك الماتش الاخير والماتش اللي يمكن اللي قبله في ماتش فيوتشر كان كويس شوية. ماتش الاتحاد كان الاداء عالي. طبعا ده ليه اسبابه كتير. مش ده الوقت اللي احنا نحكي في اسبابه، بس الوقت اللي احنا نحاول نوصل للناس نقط الضعف ونقط القوة اللي موجودة عند فريق الزمالك، اللي هي بالنسبة لي بتتلخص في الجزء ده. الدايرة الكبيرة دي لو انت قدرت تتخطاها كدايرة، هي الجزء ده هو نقطة قوة الزمالك، وفي نفس الوقت هو نقطة قوة ضعف الزمالك. ان انت لعبهم كله بيحاولوا ان هم ثلاثة دايما اللي لعب بيهم الماتش الاخير. ناصر ماهن كجناح، واحمد حمدي وعبد الله السعيد بيلعبوا ك2-8، وراهم محمد شحاته او دونجا ايا كان اللي هيلعب الماتش ده. بس الفكره كلها ان قدراتهم اللعيبه دول الثلاثه او الاربعه قدراتهم الدفاعيه اقل بكتير جدا من قدراتهم الهجوميه، وده ما يعيبهمش، بس هي دي اللعيبه دي متاسسه على كده. فانت لما تيجي تلعب في الماتش ده، انا مثلا هقول ان انا ما عندي مشاكل في نص الملعب، بس انا في رايي ان ده هيبقى اسهل ماتش في نص الملعب للنادي الاهلي. انت في الماتش ده محتاج اكرم، ومحتاج جنبيه كوكا، مضطر طبعا لان مفيش مروان عطيه، مضطر طبعا لان مفيش امام، مضطر لان السولية ما بيقدملكش حاجه في الماتشات الاخيره. فانت محتاج ان انت هتلعب باتنين، ان كان اكرم وان كان كوكا. اتنين اجنحه. طبعا احنا خط الدفاع احنا مفيش جدال ان احنا هنلعب بالدبيس عشان ما نكترش بعلي معلول ومنعم وربيعه وعمر كمال، اللي دايما بنأكد ان هو باك يمين غير تقليدي، غير اللي بيقدمه لنا محمد هاني خالص. فانت هنا عندك هتلعب بكريم فؤاد، وعندك هنا رضا. وانا في رايي ان في الهجوم هتلعب باتنين مهاجمين، وسام وموديست. ليه هلعب بالتشكيل ده وليه اخترت اللعيبه دي؟ لان انا زي ما قلت لكم نص الملعب هو نقطه قوه نادي الزمالك، فانا محتاج ان انا اقفل قدام ال18 بتاعي بلعيبه بتقدر تكسر، بلعيبه بتقدر تكسر كرويا، مش تكسر تلعب بعنف، لعيبه قويه بدنيا ما تتكسرش تحت اي ضغط، تحت اي مهاره، ما يجرالهمش اي حاجه تخليهم يملوا من الضغط. كوكا عنده دي وعنده برضو اكرم توفيق عنده الحته دي. السولية بقاله فتره ما ادكش حاجه، وقفشه طبعا ضعيف دفاعيا. ليه اخترت ان انا العب كريم فؤاد ورضا؟ طبعا كريم فؤاد ورضا انا هحتاج ان انا العب زي ما انا موضح لكم كده، اعمل لكم حرف اتش. هو ده طريقه لعب النادي الاهلي في الماتش ده. انا محتاج ان انا العب على الاطراف والجزء اللي ورا نص ملعب نادي الزمالك. وصولك للنقطه دي قدام دفاع نادي الزمالك، فانت يعتبر وصلت للمرمى ويعتبر جبت جون. انت لو اتخطيت الجزء المربع ده كله، ده اتخطيته بكل لعيبته وبكل اللعيبه اللي جوه الزمالك، انت هتوصل بالمهاجمين بتوعك والاجنحه، هتوصل لمنطقه 18 الفريق الزمالك. كمان انت هتبقى مأمن دفاعيا باتنين في نص الملعب، مأمن دفاعيا باتنين مساكين، ومعاهم كريم الدبيسة اللي بفضل ان هو ما يتقدمش كتير الماتش ده. ليه بقى موديست وسام مش كهربا وسام، مش كهربا وموديست؟ انا في الماتش ده محتاج ان عندي لعيب يكون متمركز دايما جوه ال18. انا دايما بقول ايه؟ بقول دايما ان انا محتاج لاعب مخ جنبيه لاعب عضلات. فانا هختار ان موديست هو يكون المخ وسام يكون العضلات او الصحه. طبعا وسام برضو عنده مخ وكل حاجه. موديست هيديك حته ان انا هثبت اتنين مدافعين كده دايما معاه، وسام ابو علي يصطاد اي كوره جوه ال18 او حوالين ال18. في الختام ده اسهل ماتش للاهلي في رايي. اتمنى اشوف توقعاتك الماتش ده يخلص كام للاهلي. انا في رايي الاهلي هيكسب 2-0. في الختام كل التوفيق للنادي الاهلي. سلام.